تخيل ان محمد مجدي قفشه ده لعب نهائي 2020 قصاد الزمالك وسجل هدف وفاز باللقب، وشارك في نهائي 2021 قصاد كايزر تشيفز وسجل هدف وفاز باللقب. لعب 30 دقيقة في نهائي الوداد 2022 الأول وخسر، ولعب أصعب 30 دقيقة في نهائي الوداد الثاني 2023، نزل ظبط الدنيا وفاز باللقب. قفشه عنده 28 سنة، لعب 4 نهائيات قارية في دوري الأبطال وفي طريقه للنهائي الخامس، وسجل في 2 وفاز ب3 ألقاب. في لقائه عبر قناة الأهلي قال إن هدفه الفوز باللقب، وبيتمنى يفرح الجمهور ويساهم في الفوز، وإن الجمهور هو أهم حاجة عنده أصلا. قفشه شخص طيب وابن ناس وعلى طبيعته، ياما تم انتقاده بقوة، وكل مرة بيرجع أحسن من الأول. كسول شوية لكن شخصيته قوية وطموح جدا، وحاسس انه ما عملش حاجة ولسه قدامه كتير، رغم ان في لعيبة ما عملتش ربع مسيرته اصلا وبيتقال عليهم اساطير. قفشه اسطورة من اساطير الجيل الحالي، ويستحق تقدير ودعم اكتر من اللي بيشوفه بكتير، سواء مستواه الفني حلو او وحش، سواء هو مفيد للفريق او لا. انا عن نفسي بحب قفشه كشخص قبل لاعب.